انت لازم تسمع الفيديو ده قبل يوم عرفة، ولو مش فاضي اعمل له سيف واسمعه يوم عرفة علشان مهم جدا. يلا بينا. يوم عرفة، اليوم اللي بيكمل فيه المسلمين الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. اليوم اللي نزلت فيه آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى بينزل للسماء نزول يليق بجلاله، بيقول فيه للملائكة إني قد غفرت لهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن الشيطان ما بيشوفش نفسه أصغر ولا أذل ولا أحقر منه على الأرض في اليوم ده، لأنه طول السنة عمال يخليك تذنب وتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، وفي لحظة كده ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل ذنوبك ويسامحك، وكمان ممكن يعتقك من النار. اليوم ده لو صمته بس تتغفر لك ذنوب السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية كمان. اليوم ده مفيش بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى حجاب. اليوم ده حرفيا كفيل يغير حياتك بدعوة من قلبك وانت صادق، والله فعلا حياتك هتتغير للأحسن. ولو مش مصدقني شوف الناس اللي حياتها اتغيرت للأحسن بسبب اليوم ده. بس السؤال هنا، استغل اليوم ده ازاي؟ هعمل لكم فيديو تفصيلي عن ازاي استغل يوم عرفة صح، ولكن اهم الحاجات الصلاة والدعاء. اهم عبادة في اليوم ده الدعاء يا جماعة. ادعي ربنا وقول يا رب، ادعي لنفسك باللي نفسك فيه، ادعي لوالدك ولوالدتك، وادعي لاخواتنا ربنا يثبتهم وينصرهم. صدقني والله اليوم ده انا ما كنتش اعرف قيمته، ويمكن ضيعته كتير قوي في حياتي، فمش عاوزك تغلط غلطتي. يمكن لو كنت عرفت قيمته زمان ودعيت ربنا كان حالي اتغير وبقى احسن. استغل اليوم ده يا صاحبي وما تضيعوش، بجد والله العظيم فرصة عظيمة عشان تغير حياتك كلها. سلام.